بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلت الأول أصبن معاكم الموعونات دولي قبل ما أشتغل في تحضير الأكل ولا حاجة. أول حاجة ديتي مسكت الموعونات دي أصبن فيهم التنكي، حطيت لها شد بريلو دي بغسلها، هنخليها فل شمعة منورة دلوقتي بتبرق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض عليك يا الله. قلنا نسموا الله كده ونشتغلوا في الموعونات نصبنوها سبينا زينة كده. شايفين ان التنكة دي كانت بتبرق ازاي؟ ما شاء الله. هي التنكة دي اصلا ألمونيها الدهان، فهو الدهان ألموني كويس. بعد كدهتي اديني بغسل في الكوبايات، وانا زي ما البريل ديتي مش بيد رغوة خالص، عاوزة والله اجيب لي بريل كويس. اصبن المعونات كده واحدة واحدة. الاول نغسل الكبابة، بعد كده نخش على الطباق ونفعلك نشاهد الكوبايات كده عشان ياخدوا اول الغسيل ما يبقوش ملسلسين ولا حاجة. بعدين بعد ما شهدتهم هرصهم على الصينية عشان الصفة. اديت الشفشف برضك اديله سبينة زينة كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعدين دخلنا كديت على الطباقة نصبنهم كلهم، وبعد كده نشاهدهم مع بعض. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا رب تفرجي علينا وعلى كل من ذاك. اتمنى تخش على قناتي وتعجبكم فيديوهاتي، وتعملوا له مشاهدة ومشاركة، وتسمعوا الفيديو لحد الآخر، وتعملوا سبسكرايب، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من مطبخ الطيبين. واتمنى ان شاء الله تكون قناتي كده خفيفة عليكم وتحبوه وتحبوا فيديوهاتي، وتعملوا المشاهدة وتسمعوا الفيديو لحد الاخر. وما تنسوش تحطوا اللايك، بالله عليكم تحطوا اللايك، لان اللايك هو اللي هيرفع القناة. انا لسه الحمد لله مبتداها جديد، كنت عاملة بعد كده قنوات، وبعد كده مش عارفة اتحذروا، والحمد لله قدر الله ما شاء فعل. ادينا صبنا معوناتهم اللي هم الطباقة والكبابة. بعد كده نخش على نشاهد الطباقة ديني شايفين معذرة. دي اللانش بوكس ده بتاع بنتي، وهنا تاتين صبنت الطوا ما نضفتش كويس. هنا جبت معاكم اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصل احمر وبصل اخضر جديد ده لا هور، وجبنا جوافة حمرا. شايف ده جوافة حمرا ناشفة ما شاء الله. الكيلو بتاعها ب35. كيلو الجوافة الحمرا ب35 يا جماعة. وكل بلد برضك سعرها بيختلف عن التاني. شايفين بقول لكم هنا الجوافة حمرا بسم الله ما شاء الله ناشفة. ودي بصل احمر ديت عشان ملوحة، عشان ملوحة. فول مدماس، نحنا ما نحب البصل معاه. يعني جبت نوعين بصل، بصل بصل احمر، وديتي بصل ابيض غليظ بتاع تقالة. الكيلو بتاعه ب25 جنيه، والكيلو البصل الاحمر ب35 جنيه. وهنا تجيب ده مكرونة صغيرة تنفع مكرونة كشري، برضو لو عايزة تعمل منها كشري تنفع مكرونة كشري عادة. هنا بقول لكم ان هي مكرونة صغيرة تنفع مكرونة كشري. دي كيس عبارة عن كيلو كبير، ودي مكرونة كيس كبير برضك مكرونة خواتة تنفع في المبكبكة ده. دول جابهم لي جوز. ودي كيس سمنة قوت القلوب، شايفين سمنة كيس قوت القلوب هو ده. جابهم لي جوز، الله يبارك له ويخليه لي يا رب، ويجعل الفرح قدامه والسعادة خدامه.
يوم اللي جابه يسترعب ولا اللي وراه يحس ولا اللي قدامه فوت. وده قزاز زيت حلوة بوريها لكم. وهنا اللهم صل على سيدنا محمد. دي كيس رز، كيس معذرة كيس سكر. ودي كيس رز شايفين. ورز بسم الله ما شاء الله. الغلاية وغليتي الله أكبر. الغلاية بتاعته ما شاء الله مش متكسرة ولا متبهدلة ولا حاجة. ودي نص كيلو عدس شايفين ما شاء الله. نص كيلو عدس ديته. ودي مكرونة خواتم شايفين ما شاء الله. اللهم زد وبارك. يا رب يخلي لي جوزي اللي دخل عليه الخير كله وجاب لي برضه. هنا وقفت الفيديو دي انشغلت تاني. حطيت معلقة سمنة عن حمور الفرخة شايفين ما شاء الله. هنا الفراخ بتتحمر معايا. العيال لازم يحبوا الفراخ متحمرة ومتقرمشي. ممكن التحمير دي ما يعجبهمش يحمروها تاني على كدات. وربنا ان شاء الله يخليهم نيجي عنا كده نجري وراهم وما نجروش بيهم ان شاء الله. ويبارك لنا فيهم يا رب. ويكرمهم ان شاء الله بالتعليم العالي. ان شاء الله انا فاتحه القناه دي عشان تبقى مصدر رزق ليا ولعيالي واقدر اساعد جوزي في مصاريف تعليم عيالي ان شاء الله. لان بصراحه انا نفسي اعلمهم واخليهم يطلعوا حاجه زينا يا رب. تكرمهم وكل الاولاد والبنات يا رب. ودينا طلعت اللحمه الفراخ ادوكم. ودينا حطيت الحطه التانية الفراخ بحيث ان هي يبقى الاكل حلو كده وما شاء الله. طلعت عدينا معاكم شايفين الرز مفلفل ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين الله اكبر. شايفين الرز الغلاية. انا عملت رز حبة وحبي. وهنا ابتديت لسان العصفور شايفين ما شاء الله. بألف هنا وشفا على كل اللي حياكم. شايفين ما شاء الله لونه حلو جميل جدا. بألف هنا وشفي يا رب. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض عليك يا الله. شايفين الفصولة ما شاء الله. يا رزاق يا كريم. وهنا الملوخية ما شاء الله على لونها والخضر بتاعها تحفة. بألف هنا وشفي. واحنا يا جماعة من الصعيد وبيننا من الصعيد بنحب جوزي بصراحة ما يحبش جو الحاجات اللي هي النواشف دي. لا يحب عنه راجل شغال وشقيان. يحب الغميس بصراحة. يقولك هي دي اللي تملى بطني. يعني هو مع انه الراجل النهار كله في الشغل برضو محتاج حاجة تسد جوعه. وبألف هنا وشفا. والطبيخ والله العظيم كان طعمه تحفة في منتهى الجمال. ولسان العصفور برضه تحفة تحفة تحفة. شايفين ما شاء الله. وعاوزاكم هنا جبت الفاصولة هنبتدي مع بعض دينا في الأكل. شايفين ده كيلو فاصولة هحط نصه واخلي نصه طبخة تاني ان شاء الله. احنا والله العظيم نحب الاكل دي بصراحة تعودنا عليها. وبألف هنا وشوف. هنا بنقي فصلات من الهنا فيهم حاجة مكسورة حاجة بايظة. هنا هاخدهم وافتح على محنفية اغسلهم غسلة زينة قدامكم اهو. شايفين ما شاء الله. انت جبت الحلة وحطيتها على البوتاجاز. هفضي فيها الفصليات واجيب لهم مي من على الحنفية وهسيبهم على كده افتح عليهم البوتاجاز واسيبهم يستووا. الحلة حطيتها على البوتاجاز ونسيتي فشوف عملتيها. دلوقتي انا هنزل بالفراخ بعد ما حطيت معلقتين 3 زيت. وادي الفراخ صدمة كده عشان تبقى ايه ريحتها حلوة وطعمها حلو وتمشي. لو كان فيها اي زفر مع ان ما في الزفر انا مربيه على يد الفراخ دي يا جماعة. مربيه انا معايا في البيت نتا. يعني في حتة ورق ديتي معايا في الشقة كده زي خزين كده تاي. عرضها متر وطولها متر وحاجة. بربي فيها بصراحة. كل ما اجيب شوية اربيهم يخلص اجيب اربي غيرهم ان شاء الله. وهوريكم ان شاء الله باقي الفيديوهات لما اجيب تاني دورة فراخ. هنا تشوف الفراخ انا اديت لها صدمة وتشويحة ازاي.
حطيت لها ضمضامة صغيرة وبصلة وورق لورا، 7 بهارات بتاعت فراخ، وخلطة دي حطاها أنا عاملاها أنا فيها كزبرة وكمون وفلفل وروزماري وشطة، وسخنتهم في الخلاط. هنا حطيت لهم مية وبزود المية جدا عشان هعمل منها رز ولسان عصفور. وهنا بقول لكم هي الفاصوليا لسه ما استوتش خالص، لسه ما استوتش هي على قديد. شايفين ما شاء الله شايفين الشوربة ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم زد وبارك. هي على كده ما شاء الله عليها، والريحة بتاعتها فوق الخيال، بألف هنا وشفا. هنا الفرخة استوت وهطلعها معاكم دلوقتي. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. هي استوت، هذه مطلعها في الطبق. معذرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد. يا رزاق يا كريم ارزقنا يا رب، ارزقنا من حيث لا ندري ولا نحتسب يا رب، اللهم آمين. شايفين ما شاء الله الفراخ هي بعد ما استوت لما اطلعها معاكم، شايفين ما شاء الله. هذه لك الفراخ استوت خالص ما شاء الله. دلوقتي انا طلعتها وحرشش رشة ملح ديني زي ما انتم شايفين قدامكم. هرشش لها رشة ملح وشوية كزبرة. وهنا راح جبت الحلة هاخد البصلة معاكم، شايفين هعملها بالمبشرة. ادي انا عملت البصلة بالمبشرة، شايفين ازاي. شايفين خرطتها ديني في المبشرة، وحطيت لها معلقة سمنة، وحط لها ديني معلقة زيت معاكم. وهنا حطيت لها الملح، بحب احط الملح والحاجات هنا عشان ما تبقاش الحاجة مصننة. شايفين ما شاء الله البصلة هنا تبتدي تاخد لون معاكم، شايفين ما شاء الله. ادي لك اهي البصلة اخدت لون يا جماعة، شايفين بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. هنا بقول لكم ان البصلة اخدت لون واحد. هنزل على الطماطم دي انا مفرزاها، وكل ما عاوز اطبخ اطلع لي منها كيس. هنا كيس الطماطم لسه بفكر هحط لها، هقفل الكاميرا واحط لها نص كوباية شاي مية. حطيت لها دي نص كوباية شاي مية، وهحط البوتاجاز عليها لحد ما ايه الصلصة تفوق. شايفين ما شاء الله. لما تكون الطماطم رخيصة كده تروحوا تجيبوا لكم قفص طماطم وتحطوه، تغسلوه غسلة زينة على البوتاجاز وتحطوه، وبعد كده بعد ما يهدى معذرة، بعد ما يهدى روح تفرموها وتصفوها. هنا بقول لكم ان الفاصوليا هي لسه ما استوتش، وعاوزة احط لها مية عشان لسه هي ما استوتش. شايفين ما شاء الله. دلوقتي هي لسه الفاصوليا ما استوتش على كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. هنا راح اعمل الرز معاكم. معذرة من لسان عصفور، هعمل لسان عصفور معذرة معليش. شايفين اشوح فيه لحد ما يبقى لونه ذهبي وحال، وبعد كده اهو شوف لونه بقى ما شاء الله. هوريكم بالمعلقة، شايفين بقى لونه ذهبي ازاي. هنا راح ازوده من الشوربة اللي هي تحت الفراخ عشان يبقى طعمه في منتهى الحلاوة والجمال. شايفين ما شاء الله. شايفين بسم الله ما شاء الله. بألف هنا وشفا على كل اللي حياكل يا رب، ويا رب تخلي لي جوزي يا رب، وتجعل الفرحة قدامه والسعادة قدامه، وبارك لي فيه. انا من بعد ربنا ماليش حد غيره، يا رب يخلوه لي ويحفى عنه ويدي صحته. لانه يا جماعة ادعوا له عند الغدي، وما تنسوش تعملوا. بعدين هنا حطيت شزيات ونزلت عليهم بالرز، راح اخليهم يعملوا رز حبة وحبي، ما يبقى طعمه خطير بصراحة. شايفين ما شاء الله.
شايفين ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. وهنا تهو في الرز حمر معاه، وهنزل على بدكم اديله مقلبتين 3 باياه عشان يبقى رز مفلفل وما شاء الله عليه، ما شاء الله. وادعوا الجوز يا جماعة عنده الغدة ربنا يشفيه ان شاء الله ويخليه له. هنا الرز هو راح ازوده شوربة برضو. انا في الاول قلت لكم معذرة، قلت لكم راح اكتر الشوربة بتاعت الفراخ عشان ازود منها الرز واعمل منها لسان عصفور، وبرضك زودت منها الفاصوليا. شايفين الرز ما شاء الله استوى بقية، الحبة بحبيتها ما شاء الله بألف هنا وشفا. شايفين ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين الفاصوليا ما شاء الله، فاضل لها يعني تكة كده وتستوي بألف هنا وشفا. وهنا راح اعمل الملوخية معاكم. شايفين ما شاء الله الشوربة ما شاء الله لونها حلو بألف هنا وشفا. حطيت لها هناتي، ده مش مكعباية حي، ده ربع مكعباية يعتبر، مش مكعباية هاي حي. وجبت كيس ملوخية، ملوخية من النوع النظيف. وهنا فضيته في الحلي. شايفين ما شاء الله لونها، الحلة كانت هتتكب مني بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. ودينا جبت حطيت الطاوة على البوتاجاز، وحطيت لها شوية زيت وشوية سمن، وحطيت الطماط ما شاء الله دقتهم في الهون. وبألف هنا وشفي. دلوقتي هخليها تسفر شوية التومة، وانزل عليها مع الملوخية بإذن الله. هاي الملوخية، وريت لكم الملوخية هي وما تستوي، هي وما تغلي. شايفين ما شاء الله بألف هنا وشفي. وهنيتي هقلب اللي في الحلة في الضوء عشان ايه التوم اللي في الضوء كله ينزل في الحلة مع الملوخية بألف هنا وشفي. شايفين ما شاء الله اللون والطعم تحفة 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 تحفة. الحتة دي متكررة في الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.